اعطيني قبلة. لمبي نحن في ورطة. يا بنتي ورطة ايه ورطة ايه؟ احنا اعطيني قبلة. ده العفريت ده ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. خدام عنده. أعطيني الصوت. منقوع في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ ايه ما انا كده هتضرب فتحسهم يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أغثني يا لمبي. اغثني من بيت يا ست، ما انا نازل جنبك اهو في قلب الشجره. وبعدين بقى يا جماعه حد كلم لنا مأمور اسمه قريش ولا حاجه. أتريد الماء يا لمبي؟ ابو الواجب. انا ابو امك. طب اسال هذا الفتاه. اسال هذا الفتاه. اسال يلا. سهم يا لمبي. ايوه انا اسال. يا عم اسال يا حبيبي. يا عم انت عمال تزفق بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. اغثك؟ انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني؟ ايه يعني انه كان هيطلب قبله وتعدي؟ عاجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش هعرف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهيلي من بطنك. أنا لم أقل شيئا، الأصوات قادمة من بعيد. الاصوات قاتمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا اللمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. ايوه النشاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسه ان انت شويه بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حل لي ساقي، انا ما اروحش اغرب نفسي انا واروح اتخانق في منطقه غير منطقتي. اروح اتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير الرجال. عايزه يا بت؟ إني أشعر بالغيرة عليك يا لمبي. انه النساء ميصات. اعطيني قبله. لمبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لكن حطك في منزق. إذا قضي الأمر، حل وثاقة. هذا يا جثوث لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. ها؟ لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. انا ايه يا بنت؟ هو انت هتقعدي تقوليها كل شويه؟ الله ما انا جنبك اهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. وانا اروح اشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبنت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب أن تذهب له حيث ينصب فخاخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ايه ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذا شروط. سحقا أصبح للعبد شروط. الشرط الاول اشرب ميه. أسقي يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت اسقيه. هذا العفريت الساحر. هات الماء. لمبي أغثني يا لمبي.
بس ايه ده جمله منيله اللي حفظوها لي. هل من طلبات أخرى؟ أجل أنا عايز أريد أن يعتقنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جد كالم بيه. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب ها؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعتق هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوه. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة. هو أنت ليه لما بتشوف خلقة اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فأنت ليه بقى؟ أنت موجود ولا مشيت؟ ها إيه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني، هتجيب ملالين. والله. واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. هما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار؟ يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد إن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حاج أرجوك أتوسل إليك. أنا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان خاطر أنت كمان نفس داخل ويا عالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة. تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة باين عليك إن الخربشة والحركات اوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوتة صغيرة اتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي ابوس ايدك انا اروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تأذي يا رجل وتثرثر. يا عم انا اللي مصرصر؟ ده انتوا اللي مصرصرين. ده انتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قول لي أنا أذهب هناك بين الجبلين. كيفك؟ ما دمت مصر أيوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوه. ثم تنحرف يمينا. أيوه. ثم يسارا. أيوه. ثم يمينا. أيوه. ثم يسارا. أيوه. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل. ثم يمينا. ثم يسارا. ثم إلى أعلى. زي بني آدمين كده. ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان.
والله لولا ان انت ابويا بص، ولولا ان انت راجل كبير هحطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا، اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة، يلا يا جدعان. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفقا سويا الانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال من الرمال المتحركة. وألمباه قتلوك غدرا يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، انا هعمل ايه؟ الراجل ده اللي قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه؟ المطوه فين؟ المطوه. تخيل امي المطوه ايه؟ يا لندي، بالرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك يا رب. يا خيمه ما جابتش الراجل، والتخيل فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى يا عم الحاج. طلع في الرجل. اوعى يا عم الحاج. من أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ انت منين يا؟ انت من كفار الرحاب ولا ميدان شعينة؟ اصحى يا. كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان افرجك ان الاشرم في الاشرم منه، وانا جاي النهارده بوكس، انا هشرم امك النهارده. لن تنجو بفعلتك هذه أبدا. يا بطل صياعة يا بقى يا بطل صياعة، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي اللي لا ينزل له جار ولا تطفي له نار، وامك في العش ولا طار يا. أنت مجنون؟ أنا لا أفهم ما تقول. أقول لك أنني أبلطج عليك الآن، وأنت الآن عبد لي، ومن حقي أن أنا أقبلك من بوعك. لا لا لا، أنا لست امرأة، وهذا كل ما أملك. أرجوك صدقني. سيع يد عليا يا سيع على. بص أنا هاخد بعضي وأجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول أنت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها ويأكل هو وأولاده. هم يا جمل، هتفهم؟ لا لا لا، إلا كفار قريش، إلا كفار قريش، إنهم أشرار. ما أنت كمان أشر من الشريرين يا. لا، أنا لست شريرا، ما هي إلا سمعة. أنا رجل صالح،
صالح. حشد الزبيبه الاحسن، بس ده انا عينيا مش عارف اشوف من الزبيبه، والتقوى الله اكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ اريد. تعال تعال. انتظر لحظة واحدة. ابويا لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار. ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك تعال. أنقذني مما أنا فيه. انا هسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. 1 2 3 اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ أجري، أنا أجري، سأذهب ولن أعود إلى مرض أخرى. المية تروي العطشان وطفي نار القربان. ما أجمل الفحش والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله. الصدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. ايه يا عمو؟ الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ كتبت في ده يعني. ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى على الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها اللمبي، تبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. ألحق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء. خسر هند، وخسر الكنز، وخسر مهابته بين الناس، وفضيحتان. صهن يا امرأة، صهن. اللات والعزى لن أترك ثأري أبدا.
أتظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي، ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند هشاشة القلب، وسيعرف سر الكنز منذ أن نزل المدينة، وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من نقرتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم، وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق العذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ويحك يا لمبي، فزت بالكنز وبعرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون. يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. ابو منى والله ده بص ده على دماغي من فوق ابو منى. عقبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. عمال بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده. انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منى، وساعتها هتتفرج على الذبايح. ايه يا رجاله منورين. مرحبا. الله يخليك الله يخليك. يا حاجه هريسه. ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه. ايه الفرح الناشف ده؟ إني أعقد عليك
لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا راغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، انا مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام، انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولوا حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحوطه. والآن مع نزال السيوف احتفالا بعرس اللمبي. يا عم هريسة، ما كنت تخلص الناس دي، ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه، ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مزق مزق. قتله يا نهار اسود، يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وأفراحنا يا لمبي، ويجب أن يكون هناك قتل. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. لين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. قطع علاقتك بيها بالاسم ده، قطع علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس، تبقى قبيله الجمال. بخن بخن، مباركا يا لمبي، مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه؟ انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو لهب. يا قوم، يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنته هند الآن. الآن فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده؟ الجمل بيلاقوا له ذروه عشان يخش فيها، انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. والله يا عم الحاج انا لسه مساء الخير، عاملة ايه؟ بخير. لا انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاتنين مع بعضنا البعض، وابقى عريس، اللي يبقى عريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. للأسف هند عروس. انت سهل ان انت تبقى عروسة، انما انا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس، اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه وهم قاعدين في قلب الكوسه، واحد عليهم
كنت اقول امتى انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه النفسيه يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ أنا بقول لك أنت جو يعني خرجي اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي. يعني أنت بعبعي، ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس. أجل هو إحساسك الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما أنا قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده أنا لو همتحن عربي مش هسمع الكلام اللغة العربية ده كله. أنا أريد أن أنا أتزوجك، ألعب معاكي عريس وعروسة. فهمتك. أيوه. ولكن هناك شروط. أنا فاهم دي. كله بيحب أوي ده النور والمشاعل دي. النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة ده أبو خيرت. يا ستي إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. تمام. انت اللي منحس الليله. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. أمك كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. ايوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. ايوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم. على اساس ان هي بتنقل نهائي كاس العالم. وأمها. عيطي. وأمها. ايوه عيطي كده ويسمعوا ان في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بت اهدي يا بت، اهدي. انا هقول لك على حاجه. بصي يا بت، يجب ان انت تهبي عليا وانا اهب عليكي. فلما احنا الاثنين نهب على بعض فهتلاقي هباب حصل، فتبقى انتم ابو هباب وانا ابو هباب. خير في سلام. نتيجه من سلامك انت امشي بقى. وعي ده ليله عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه، ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي. والآن أغمض عينيك يا لمبي. اهو. تعال. انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن ايوه. افتح عينيك. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلا أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله. أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفتاح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل.
هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. ايوه إن أردت أن تعبدها فاعبدها، ايوه. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوه احسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عباره عن بسكويت بالعجوه ناكله أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين، ايوه، وأصنام بالعاج، أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحك في هذا؟ الضحك في هذا لان دي اصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. امال ايه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في ذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبد العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي، أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على إفعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي، أنا لست أول من يعبدها، فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا عم أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو، أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر. ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ ده أنا بلعب معاك، ده عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حمزة. أنت ما تعرفش. أنا مش هاجي غير على الكبير الأهبل اللي فيهم ده. أهو يا عم. احذر يا لمبي، احذر يا ولد الناس، احذر. إنني أتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا. أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان؟ في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزى. في ايه يا عم؟ مالكوا ايها الكفار الملاديع؟ إنه يسبنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو. الشاهد طيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا،
فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي مفيش كلمه خالص، يعني حصاوي. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده واقعدي افركي بنفسك، مستكيفه انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي، بقول لك نسيتوا الكلب بتاعكم، الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟ يا قوم! هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ آخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في الكلاوي. لا عماه. قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المفرق الاخير؟ حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزع الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ ايوه كده حاسسين ان انت مراتي وخايفه على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. انت بقى أريد. عايز ايه؟ ميه؟ هات كوبايه ميه. سأحضر القربة. القربة انت هتسقي جنن بقول الكوبايه. وما هي الكوباية؟ يا عم انت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده انت مسافر دلوقتي يعني هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكل. أريده. ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده السودة دي. أريد. ايوه.
أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى، خليني اخلص بقى. ايه؟ ايه يا عم، الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 ماذا؟ ماذا؟ مش يا بنت العلامة خلاص الكنز. العلامة سكن الندى. المفتاح! ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا يا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان وفاشا، إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل، إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر وبجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن لكم ذهب وألماس وياقوت خش جوه. هيا واقفين ليه بقى دلوقتي؟ ديانا اجري يا بنت، اجري بقى. يا إلهي يا إلهي، لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. تبا تبا، ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان، لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. اخرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد الليمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مر من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون منا؟ نريد أن نقتله. إنه قول سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذا اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أقذركم وثاقة. إنه رجل أبله وهكذا زوجته. هيا بنا نبحث. هيا إذن. جبتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ إيه. دهائك. أعطوني قبلة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري. حلمي.
ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ اقول لك على حاجه، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحس والعرق. لا يوجد مكان آخر. انا تخبي. انا اشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش اليه؟ نخش جواه. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ اي مفتاح؟ المفتاح ده هو. لا تزعلي مني يا هند، ماذا نفعل الان؟ اتركوا يا زيتون. هيا يا رجال. كوتي